السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة على سيدك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ حلقتنا النهاردة على خير، وبإذن الله تعالى تكون حلقة أو الحلقة تعجب حضرتك. لو أنت بتتفرج عليها ودي أول مرة تشوفني، فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش توصل الفيديو كمان لأكبر عدد من اللايكات. عايزين نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس، فما تبخلش على أخوك باللايك الرايق بتاعك. دخلة الماتشات المهمة والكبيرة بيبقى فيها نوع من التصريحات ونوع من اللقطات اللي انت بتقعد قدامها كده وبتفسر المشهد قدامك، وممكن حاجة تعجبك، تصرف ما يعجبك، ممكن لقطة معينة تقعد تضحك عليها، او على شخص معين يقول لك تصريح فتقعد تضحك عليه وتقول ايه البني ادم ده وايه الكلام اللي بيتكلمه ده. وانت داخل على ماتش كبير زي ماتش السوبر الافريقي، ماتش يشغله العرب كله وافريقيا والدنيا كلها، ما بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. فبتشوف شويه حاجات كده غريبه، شويه حاجات من بعض مسؤولين او من بعض اشخاص ذات عقل كبير، المفروض ان هم بيفكروا قبل ما يقولوا اي كلمه مهمه في وقت صعب زي ده. وناس تانية بتحط بانر مثير للضحك ومثير للشفقه، وهي من جماهير اللي بتشجع نادي الزمالك. وتصريحات غريبه، او تصريح كان غريب وابتدى يتصلح من شخص زي كابتن احمد بلال لما طلع يعتذر وقال ان الكلام ده ما كنتش اقصد كده. في تصريح قال لك ان مش مستوى الزمالك الحالي فالزمالك يريح وما يسافرش احسن. راجل طلع اعتذر مع كابتن سيف زاهر والموضوع اتعدى. وبقى نعم كابتن شريف اكرامي هاجم الوضع وقال لك ان احنا لعيبه كبيره، او نشر كده بوست طويل قال لك ان احنا فيما معناه ان لعيبه كبيره ولاعيبه قدامى كبيره ما ينفعش يطلع مننا الغلط. فكابتن احمد بلال يسكت، طلع رد عليه هو كمان. وابتدت العركه، ابتدت العركه من وجهه نظري بدري شويه. ابتدت العركه ان انت كراجل مسؤول او مسؤول اعلامي في نادي الزمالك مش راضي تسكت، وزي ما يكون انت لو سكت هترتكب ذنب كبير، مع ان انت سكوتك راحه، وسكوتك ما بيجيبش بيمنع الاكتئاب عند بعض الناس. طلع تهاجم الاتحاد الافريقي ان هو عين او الحكم اللي هيحكم الماتش. على اي اساس بتهاجم ومش عاجبك القرار بتاع الراجل اللي هو الحكم الليبي الكابتن معتز ابراهيم؟ انت شفت ايه من الراجل يخليك تهاجمه؟ هو انت قبل ما تطلع تتكلم، هو مجلس الاداره ليه ساكت على التصريحات بتاعت الاستاذ احمد سالم او عم احمد سالم؟ ما ينفعش معاه كلمه استاذ اصلا، حتى كلمه عم قسما بالله ما تنفع. الراجل ده مثير للشفقه ومثير دايما ان هو يعمل مشاكل. الراجل ده اعلامي واخد قناه لحسابه الشخصي في الهجوم على الاشخاص يعني الرياضيه اللي موجوده عندنا في مصر او بيمثلوا الصحراء الافريقيه. حتى الحكام الافريقيه اللي هو ما يعرفهمش اصلا ولا يعرف اسم الحكم اللي اتعين ايه، طلع يهاجمه ويقول لك لا اصل ما ينفعش زي حكم زي ده يتعين، اصل الحكم كان ليه غلطات. طب ايه الغلطات؟ قال لك لا اصل مش شاغل بالنا دلوقتي عشان جمهور الزمالك ومش عاجبه الحكم. يا عم انت اصلا، انت ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه. انت اخرك تقعد تهلل وتقعد تذكر اسم الاهلي وتقعد تتكلم على الفاضي وعلى المليان. حكم ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ قسما بالله انت ما تعرف اسمه ولا عمرك شفته، فتطلع تهاجم ليه؟ تطلع تعقرب الدنيا ليه؟ يا جدعان احنا قلنا خلاص بقى، قلنا خلاص هنمشي بعد كده بمبدا الروح الرياضيه، وهنمشي بعد كده بمبدا ان الكسبان هنقول له الف مبروك والخسران نقول له هارد لك وربنا يوفقك في الجايه. ده ماتش مهم وماتش افريقي مهم، فتطلع تهاجم ليه والدنيا لسه، وتسخن الدنيا ليه وتشعل الدنيا ليه؟ ما تقعد ساكت، اقعد ساكت. سكوتك احسن مليون مره لما بتتكلم، لان انت حضرتك لما بتتكلم، او ما ينفعش حضرتك، انت لما بتتكلم اصلا بتعمل ضجه وبتعمل نوش كبير جدا. البيه الاعلامي اللي اسمه اسلام صادق طلع عمال هو كمان عمال بيعكر في الميه او مش عارف كده ايه، عمال يعمل حوارات ويقول لك رائحه كريهه. يا ابني ايه اللي حصل؟ يا حبيبي ايه اللي حصل؟ اسلام صادق كان خافي ميوله فتره كبيره جدا وده كان شاطر فيها، لكن في حاجات بتظهر كده ميولك، وان انت ما ينفعش تطلع كوجه اعلامي تتكلم للناس وتجيب سيره الاهلي. دي مش صح خالص. بعد ما انت اظهرت ميولك الواضحه والصريحه جدا، وان انت كنت بتقعد تدي كده حقن من تحت لتحت وكابتن رضا كان يستغلها، او الله اعلم ممكن يكونوا انتوا الاثنين متفقين على هذا الكلام. فانا غير فانا غير ايه، كلنا ما ينفعش ان احنا نتقبل
اللي الاستاذ اسلام صادق بيطلع يقول. يعني احنا مش لاقيينها من استاذ، او احنا مش عارفين نمسك او نسكت احمد سالم، فطلع لك اسلام صادق، والاتنين بقى ايه عمالين كده ايه شغالين مع بعض والدنيا زي الفل معاهم. يا جماعه انتوا ناس كبيره، انتوا المفروض راجل خريج جامعي كبير جدا ومعاك يعني اعلامي، المفروض الكلمه طالعه من بقك محسوبه. المفروض انت راجل كبير وراجل عاقل وراجل ناضج، كلمه طالعه من لسانك محسوبه عليك. انك انت تطلع تهطل بالكلام وتهبل بالكلام ده كلام عيال صغيره، سيبوا لي العيال الصغيره. لكن انتوا الجوز، انتوا لا تفقهوا اي حاجه عن كره القدم غير انها مدوره بس. لا احمد سالم ولا اسلام صادق، الاثنين اقسم بالله يعني يعني الواحد مش عارف يقول ايه. المفروض انت كراجل او كجزء وجه اعلامي، او انتوا الاثنين المفروض تجبروا الناس على احترامكم. انتوا بتقدموا محتوى، اما انت من اي حد بيفتح التلفزيون بيتفرج عليه المفروض تحترم عقليه الناس او عقليه المشاهد بتاعك. انت ما بتحترمش عقليه نفسك. فعادي، عادي، انا متوقع كده من احمد سالم، ومتوقع اكتر من كده من اسلام صادق. بس الفكره بقى هنا، الفكره ان انت تلاقي ناس بتجري ورا كلامهم ومقتنعين باللي هم بيقولوه، ويبداوا يعلقوا الشماعه في وقت الخساره. بمعنى ان لو مثلا الزمالك او لعيبه الزمالك ما ادتش بشكل كويس قدام الاهلي، او لو غلطه مثلا في التحكيم زي ما بتحصل وفي كل الدنيا، في ناس عاقله مخرزين هتطلع تهاجم اللعيبه تقول لك لا المدير الفني كان غلطان في انه هنا وهنا وهنا، واللاعب الفلاني كان غلطان هنا وهنا وهنا. دي ناس عاقله، دي ناس ناضجه، ودي ناس انا بشوفها على منصات التواصل الاجتماعي يعني مختلف الاسامي، اي منصه، تمام. وناس فعلا الواحد بيقول الحمد لله ان في ناس لسه بتفكر كده. ناس تانية وانتوا عارفينهم زي بتاعت الصفحه بتاعت الزمالك يعني اسمها ايطاليان زملكاوي دي، لما بتطلع مثلا على وبتقعد تهري كمان وشيره بوست اسلام صادق. دي ناس يعني ايه، مش عايزه تهاجم وخلاص، وعايزه تعمل مبررات فخلاص. فانت بتصريحاتك دي انت انشات مبررات. وبرضه عند اللعيبه انت مش عارف الحاجه او الكلمه اللي بتطلع اللاعب ازاي ممكن يستغلها بطريقه سلبيه. فانت اثرت على اثنين، على اللاعب وعلى الجمهور، الاثنين خليت عندهم مبررات من قبل ما الماتش يبدا. اقسم بالله من قبل ما الماتش يبدا في ناس، او الصفحه دي بالذات اللي انا لسه قايل لك اسمها ايطاليان زملكاوي، خلاص ادت مبررات او جهزت مبرر واحد عند خساره اللقاء او عند خساره الماتش، جهزته وهيبداوا بقى الفتره الجايه شغالين عليه. مع ان انت لو تبص لها يا سيدي، ان لحد الان مفيش حد من الاهلي طلع يتكلم، كله ساكت، كله حاطط تركيزه ان هو يروح ياخد البطوله. في لعيبه النهارده من الزمالك زي زيزو اللي طلع بيقول لك ان الزمالك معروف انه بيخلص في الماتشات المهمه، وان النادي الزمالك متعود على البطولات الافريقيه الكبيره وان هو بيعرف يكسب بطولات. ما عندناش مشكله، بس شوف الاهلي بيعمل ايه ولحد الان الاهلي ساكت، وشوف التانيين عمالين يعملوا ايه. على فكره انت لازم كمجلس اداره تفرض كل الحظر الاعلامي على كل فرد تابع للمنظومه الزملكاويه في الوقت ده. كله يسكت، كله خلي الفريق يركز، ما تطلعش لاعب واحد بره تركيزه، اسكتوا. لا هم مش كده خالص. كابتن حسين لبيب مشكورا ترأس البعثه او بقى هو رئيس البعثه وسافر مع اللعيبه، وباقي الناس عماله تخبط في بعضها. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، جمهور نادي الزمالك المحترم اللي على دماغنا من فوق راح حط بانر قبل ما اللعيبه تسافر في استاد حلمي زمور، قال لك ان افريقيا هي مصيرنا، ايه، ارث افريقيا، او افريقيا هي ارثنا وحاضرنا، افريقيا هي ارثنا وحاضرنا ومصيرنا الابدي. كابتن يا اللي فكرت في هذه الفكره والبدعه، هو انت مش الكوره انتهت يوم 27 نوفمبر 2020 في استاد القاهره من القاضيه في الدقيقه 85 45 ثانيه؟ افريقيا ايه اللي مصيرك؟ افريقيا إيه هو انت فكرت قبل ما تحط بانر زي ده؟ طب زيزو طلع هرانا بشويه كلام حلو زي الفل وتصريحات، قال لك ان نادي الزمالك متعود على ان هو يكسب بطولات افريقيه ونادي الزمالك تاريخ كبير. ماشي. التاني قبلها بيوم او بيومين يضحكنا ويحط لك بانر زي ده. افريقيا ايه اللي مصيرك يا اسطى؟
يا اسطى انت من 2002 احنا في 2024، انت مش عارف تاخد بطوله افريقيا. انت في 22 سنه تقريبا مش عارف تاخد بطوله افريقيا. افريقيا ايه اللي مصيرك يا اسطى؟ انت في خلال 22 سنه معاك 3 بطولات افريقيا، 2 كونفدراليه وسوبر افريقيا اللي خدته من الترجي في 2019. ده كل قصتك في 22 سنه. فلما تيجي تعلق بانر انت وهو، اعمل حساب البابا اللي هو الاهلي. طول ما الاهلي في موجود فانت ما تنفعش تقول لي كلمه زي دي. انا ممكن اقبل منك اي حاجه، لكن ان انت تحط لي كلمه تقول لي مصيرنا وارسالنا الابدي، لا يا بابا، لا. راجع نفسك يا حبيبي انت وهو لمن ضحكوا الناس عليكم. تمام. تمام. اخر حاجه وهنختم بيها، وهي ان الاهلي ان شاء الله والعين الاماراتي هيتقابلوا في القاهره في بطولة الانتر كونتيننتال اللي هي البطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. أنا عايزين نقول رسالة صغيرة جدا لجماهير نادي العين أو الزعيم العيناوي الإماراتي وشعب إمارات وجمهور إمارات اللي إخواتنا وحبايبنا وعلى دماغنا من فوق. في درس فات عليه سنة من جاركم، وتقريبا بينكم وبينه مسافات بسيطة، ساعة بالعربية ولا ساعتين. المملكة العربية السعودية ونادي اتحاد جدة السعودي وجماهير نادي اتحاد جدة السعودي. رجاء لجماهير العين ان احنا بنحترمهم واخواتنا وكل حاجه، بس ما تطلعوش تزيطوا ولاعيبتكم تزيط كتير قبل الماتش. وتعلم من اللي حصل في الاتحاد. السكواد بتاع الاتحاد فيه لعيبه اتقل منك مليون مره، وبرغم ذلك احنا رحنا عندهم في ملعبهم اديناهم على عينيهم 3. ما بالك انت هتطلع تزيد ولاعيبتك تطلع تزيد وانت جاي على استاد الرعب، استاد القاهره. احنا هنعمل فيك ايه؟ هيبقى الامر في غايه الصعوبه. وانا والله بقول لكم الكلام ده خوفا عليكم. انا عارف الرجاله بتاعتنا هتنزل تعمل ايه. هتاخدكم لحم وترميكم عظم. فانا عايزكم تهدوا. مش عايزين الاعلاميين بتوع العين او اللي بينتموا لنادي العين يطلعوا يزيتوا على الاهلي ويتكلموا على تاريخ الاهلي، لان مع احترامي ليكم انتوا صفر على الشمال جنب تاريخ الاهلي. تمام. العين فريق محترم وقدر يكسب الهلال وقدر يكسب النصر وعمل بطوله في اسيا محترمه جدا، بس تيجي عند الاهلي يا معلم وستوب. ما ينفعش ان انت تتكلم عليه كلمه واحده. المفروض ان انت تسكت لحد لما تيجي عندنا وتنور بلدنا ونستقبلكم احسن استقبال زي ما احنا متعودين منكم هناك عندكم، والماتش يخلص على خير. كسبت اقول لك الف مبروك، خسرت وده الطبيعي واللي هيحصل باذن الله، فمش عايزك تزعل. باكد عليك تاني يا صديقي العيناوي، امسك لسانك يا صاحبي، ما تقعدش تزيد. اكد على لعيبتك انها ما تقعدش تزيد. الاعلاميين التابعين لمنظومه العين المحترمين ما تقعدش تزيد، ما تقعدش تقلل من النادي الاهلي، علشان اخواتكم وجيرانكم في المملكه العربيه السعوديه كلوا 3 وكانوا برضو بيزيطوا وبيقللوا مننا. اللهم بلغت اللهم فشل. دي كانت اخر حاجه معانا، ويا رب الفيديو النهارده يكون عجب حضراتكم. لو وصل لك الفيديو ولو انت اول مره تتفرج عليا فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وما تنساش تعمل لايك للفيديو بحيث ان يكبر لاكبر عدد من الناس. ورايك اكيد حاجه مهمه بالنسبه لي. كان معاكم احمد اسامه من برنامج المدرج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.